أمير النحل عليه السلام يعتني بتقديم الدعم النفسي والعاطفي للفقراء، وكان يوجه اهتماما كبيرا لتوفير الرعاية الصحية والتعليم لهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية. وبهذه الطريقة كان حكم إمام المتقين عليه السلام يعكس فلسفة العدالة الاجتماعية في تعامله مع الفقراء، حيث كان يعتبرهم أفرادا ذوي حقوق وكرامة. ومن خلال هذا النموذج القوي نستطيع التعلم والاستلهام لتحقيق العدالة الاجتماعية في حياتنا اليومية. أن تأثير حكم الإمام البررة عليه السلام ونهجه في توفير العدالة للفقراء يعكس أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمعنا المعاصر. وباستلهام مفاهيم العدالة والتكافل الاجتماعي والتسامح والرحمة يمكننا بناء مجتمعات أكثر عدلا وتعاطفا وازدهارا. النتائج: أولا، أسس الإمام عليه السلام عدة تأسيسات وأرسى قواعد حقوق الإنسان عالميا. ثانيا، عرف أمير المؤمنين عليه السلام للأمة أجمع أن القرآن الكريم ينادي بحقوق كل فرد. ثالثا، أي حكومة أو أي قوة عالمية ظالمة غير عادلة لن تستطيع إخفاء حقوق المظلومين على وجه الأرض. رابعا، تشير سيرة وحياة الإمام الكرار عليه السلام إلى الاهتمام بالطبقة المحتاجة، وتحث كل حاكم على بذل جهوده لصالح الشعب وتفعيل العدالة. خامسا، نشر الثقافة وتوعية الأمة حول المواقف الإنسانية للإمام أبي الحسنين عليه السلام. سادسا، دور المؤسسات ووسائل الإعلام في التذكير المستمر بروايات الإمام قائد الغر المحجلين عليه السلام كشواهد قصصية لحكمه الإلهي العادل. والحمد لله رب العالمين.